لما الناس بتبدا تتحسن بيبداوا يبقوا طموحين قوي ومبسوطين قوي، ويعني يملأهم من امل وطموح وحياه. هنا انا بحب دايما يعني اكون محبط شويه. خلي بالك ان في حاجه اسمها انتكاسه. انتكاسه يعني ايه؟ انتكاسه يعني بعد ما انا اتحسنت انا هرجع اقع تاني. ممكن ارجع خطوه، ممكن ارجع 2، ممكن ارجع لنقطه الصفر، وان كان ده نادر الحدوث لكن ده بيحصل. عشان كده بحب دايما اقول للناس واحذرهم من بدري ان خلي بالك في انتكاسه. الاكتئاب اللي انت خفيت منه ده احتمال كبير تحصل فيه انتكاسه. الاندفاعيه اللي انت بطلتيها دي احتمال كبير تحصل فيها انتكاسه. مشاعر الحزن الشديده اللي بتسيطر عليها فجاه دي ووقفتها احتمال كبير يحصل فيها انتكاسه. الناس بتزعل وتتضايق وليه وحرام عليك ولا احنا بقينا كويسين. احنا بقينا كويسين، بس الانتكاسه مش معناها اننا بقيناش كويسين. بالعكس، الانتكاسه فرصه كويسه جدا ان انا اقف مكاني وابص ورايا واشوف انا كنت فين. احنا لما بنتحسن، يعني الناس في العياده لما بيتحسنوا ما بياخدوش بالهم ان هم اتحسنوا. لو حد عنده 10 مشاكل 6 اتحسنوا بيفضل يتكلم معايا في الاربعه، يبقى هو ده الاساس اللي بيدور حواليه الكلام في السيشن. فلما نبدا ننتكس ويرجع يقول لي ده انا ما بقيتش انام، ايه ده؟ هو انت اصلا كنت بقيت تنام؟ انت ما قلتليش. فهنا الانتكاسه بتدينا فرصه، بالاضافه لانها شيء طبيعي وما يخضناش ابدا، تدينا فرصه ان احنا نقف ونبص ونشوف ان ده في حاجات اتحسنت، وبعدين نبدا ان احنا نتعلم من الانتكاسه دي. يا ترى انا انتكست ليه؟ ما هو الانتكاسه دي معناها ان في موقف جديد حصل انا ما كنتش عامل حسابه، فلما اتعلم منه واشوف انا ازاي هتصرف مع الضغط ده واقوم من بعد الانتكاسه واوصل لنقطه التحسن اللي انا كنت واصل لها واوصل ابعد منها كمان، انا هنا بكتسب فرص نضج اكبر بكتير جدا من لو ما كانتش الانتكاسه دي حصلت. رقم 1 الانتكاسه طبيعيه، رقم 2 الانتكاسه مفيده في حاله ان انا بقدر ادير الانتكاسه دي بسلام ويكون فعلا في تحسن قبلها مش مجرد تحسن ظاهري.